السلام عليكم. الفيلم ده أحداثه حقيقية حصلت في الهند مع بنت اسمها ميلي عندها 24 سنة، بتشتغل ممرضة في الصبح وفي الليل في مطعم. لأن حالتهم المادية على قدها شوية، أبوها مريض قلب ومش بيقدر يعمل مجهود، وبتحاول تتعلم اللغة الإنجليزية كمان علشان عاوزة تسافر كندا ونفسها تشتغل هناك، لأن مرتب الممرضة في كندا أكبر من مرتب الدكتور في الهند. وبنعرف ان ميلي بتحب ابوها جدا وبتخاف عليه، وعلشان كده هو بيكون رافض فكرة سفرها، لكنه مش بيرضى يضغط عليها لانه مش قادر يشتغل. وكمان مهددين انهم يطردوا من بيتهم في اي وقت بسبب الديون. ابوها بيكون شغال في بوليصة التأمين، لكن مرتبه قليل ومش دايم اصلا. وفي الصبح بتروح على بيت جارهم مهان علشان تدي لوالدته الحقنة، وبتقول لها ان ابوكي زعلان لانك مسافرة. وميلي بترد انها مش حابة تسافر اصلا، لكن البنك هيحجز على البيت والحل انها تسافر وتدبر امورهم. ولما بتخلص بيوصلها ابوها للمكان اللي بتتعلم فيه اللغة الانجليزية، ولما بتخلص الكورس بتاعها بتروح المول اللي فيه المطعم اللي شغالة فيه، وبتكون متأخرة عن ميعاد شغلها. واول ما بتدخل بتشوف مديرها بيزعق لواحد زميلها، وبتدخل بسرعة من غير ما يشوفها وبتبصم على الجهاز وبتلبس اليونيفورم بتاع الشغل. وبعدها بيوصل زبون اجنبي وبيكون جاي علشان ياكل، ومحدش بيفهمه غير ميلي، وبتفهم طلبه وبيكون مبسوط منها بسبب انها عارفة تتكلم كويس انجليزي، وبيمدح فيها وبيقول لها ان مستواها في الانجليزي حلو. وبتفرح ميلي بكلامه، وبيتصل بعدها حبيبها سمير وبتكون زعلانة منه فبتقفل في وشه، وبتحكي مع صاحبتها عن سبب زعلها منه. فبتقول لها انه كان عنده مقابلة شغل ومراحش علشان كان بيلعب مع اصحابه. ومش بس كده، كمان كدب عليها وقال لها انه راح المقابلة ورفضوه. فصاحبتها بتقول لها انت غلطانة اصلا لما ارتبطت بيه، لان ده شخص مستهتر. وكمان اتعرفتوا على بعض في المستشفى لما كان جاي متصاب بسبب خناقة. وميلي بتدافع عنه، بتقول لها ان هو بيحبها جدا لكنه محتاج يشيل المسؤولية شوية. وبعد ما بتخلص الشيفت بتاعها بتروح مع ابوها السينما، وبتتفاجئ لما بتشوف سمير قاعد جنبها وبيعتذر لها، وبيقول لها لو ما سامحتوش هيحكي لابوها كل حاجه. فميلي بتضحك وبتصالحه، وبتبدا علاقتهم تتطور وبيخرجوا مع بعض كتير. وفي مره وهي راجعه من شغلها بتعرف ان ابوها كان شارب سجاير كتير من ريحته، وبتحلفه ان يوريها السجاير اللي مخبيها. فميلي بتقوله ان ذكرياتها كلها مع امها كانت في المستشفى، فمش عاوزه مستقبلها يكون كده. وبيكون واضح عليها الزعل، وبتطلب منه انه يبطل السجاير ويهتم بصحته علشان خاطرها. وبتحاول تقنعه انه يتقبل فكرة سفرها لكندا علشان تحسن من مستواهم، وبيقتنع بكلامها وبيطلب انه يشرب اخر سيجارة. وميلي بتضطر توافق علشان ما يشربش من وراها. وتاني يوم سمير بيتصل بميلي وبيبلغها انه خلاص لقى شغل في دلهي وهيروح تاني يوم. فميلي بتقوله انها هتقابله بعد الشغل، فبيرتبك سمير لانه شارب مع اصحابه وخايف تشم ريحته. وبيروح يقابلها في المعبد، وبيعرض عليها انها تسافر معاه دلهي وتشتغل هناك وتنسى السفر لكندا. وبيبان على سمير انه مش عاوزها تسافر وعاوزها تفضل جنبه. فبتقوله خلاص تأشيرة سفرها وافقوا عليها وقررت تسافر، وبتركب وراه علشان يوصلها. وبتقوله انها هتحكي لأبوها عنه لانه خلاص لقى شغله. وفي طريقهم بتوقفهم لجنة، وبيدوا لسمير مخالفة لانه مش لابس الخوذة بتاعته، فبيدفع الغرامة وبيمشي بسرعة قبل ما يعرف الضابط انه سكران. فالضابط بيشك فيه وبينادي عليه، ولما بيقرب منه بيشم ريحته، فبيعمل له اختبار كحول وبيتأكد انه سكران فعلا. فالضابط بياخدهم مركز الشرطة بتهمة السواقة تحت تأثير الكحول. والضابط بيتصل بأبو ميلي علشان يجي يستلمها، وبيكون زعلان جدا لما بيعرف انها كانت راكبة ورا الشاب وهو سكران، وكمان خبت عليه علاقتها بسمير. وبيمضي على استلامها وبيروحوا، ومش بيرضى يكلمها. وهم في الطريق بتكون زعلانة على زعل أبوها لأن دي أول مرة تزعله، وكمان كانت ناوية تفتحه في موضوع سمير، بس كانت مستنية الوقت المناسب. وأبوها تاني يوم بياخدها لشركة الطيران وبيحجز لها تذكرة السفر لكندا علشان يحقق لها اللي عايزاه، وكمان بالمرة يبعدها عن سمير. وبعدها بيوصلها المطعم علشان شغلها، وهناك المدير بيكون مستنيها وبيزعق لها هي وزمايلها لأنهم سابوا تلاجة حفظ الطعام مفتوحة والعيش كله باظ بسبب الفيران. فالمدير بيقول لهم إنه هيعديها المرة دي ويتحمل الخسارة، لكن لو الموضوع ده اتكرر تاني مش هيحصل لهم كويس. ومن ناحية تانية سمير بيقعد يرن عليها علشان يعتذر من اللي حصل، لكنها بتنفض له مش بترد عليه. وبيقرر يروح لها المطعم علشان يتكلم معاها، وبيقول لها انه مسافر في الليل لكن مش بترد عليه، فبيزعل وبيمشي. وصاحبتها المقربة بتكلمها وبتقول لها انها لازم تنساه وكفاية اللي حصل لها لحد كده، وكمان هي مسافرة كندا وهتبدأ حياة جديدة. وبعدها ميلي بتتصل بأبوها علشان تفكره بميعاد الدواء، لكن بيكون لسه زعلان منها فمش بيرد عليها.
بعدها بياخد علاجه لأنه وعدها إنه يهتم بصحته. ولما بتيجي الساعة 12 الكل بيخلص الشيفت بتاعه وكل العمال بيستعدوا إنهم يمشوا. ميلي بتسجل خروج على جهاز البصمة، وقبل ما بيخرجوا بتوصل عربية محملة كراتين أكل، فالمدير بيطلب من لادو وبيفول إنهم يدخلوها، لكن هما بيكونوا مستعجلين. وهما داخلين بيشوفوا ميلي خارجة، فبيطلبوا منها إنها تدخل الأكل في التلاجة لأنهم مستعجلين. وميلي بتاخد منهم الكراتين وبتبدأ تدخل الكراتين واحدة واحدة، وبعدها بيخرجوا. وبعد كده المدير بيسألهم فبيأكدوا عليه إنهم دخلوها التلاجات. والمدير بيدخل يشيك على المكان، فبيشوف باب التلاجة مش مقفول، فبيفتكر إن لادو وبيفول نسيوا يقفلوه، وقفل الباب وهو متعصب منهم. وبيقفل الكهرباء وبيتأكد بالسيستم بإن كل الموظفين سجلوا خروج قبل ما يمشي، وبيقفل المطعم وبيمشي. وميلي بتخاف لما بتعرف إنهم مشوا وسابوها، وبتقعد تصرخ علشان اي حد يسمعها، لكن من غير فايدة. المول كله بيفضى. ولما بتدور على تليفونها علشان تتصل بابوها بتلاقي نفسها سابته بره، وبتعرف انها خلاص اتحبست في تلاجة حفظ الطعام. وبتحاول تكسر باب التلاجة لكن مش بتقدر. وفي نفس الوقت ابوها بيقلق عليها لانها اتأخرت عن ميعاد رجوعها. ومن ناحية تانية سمير بيتصل عليها على امل انها تسامحه قبل ما يركب الاتوبيس ويمشي، لكنها مش بترد لانها محبوسة اصلا. فبيفتكر سمير انها عاوزة تنهي علاقتهم، وابوها بيتصل بصاحبتها فبتقوله انها روحت بدري لكنها هتكلم زمايلها وترجع تكلمه وتطمنه. وبتكلم لادو وبتسأله، لكن بيقولها انهم مشوا قبلها، وبيقولها تكلم المدير وتسأله. وبتكلم المدير لكن بيقولها انه اتأكد من خروجهم من خلال السيستم. فصاحبتها بترجع تتصل بأبو ميلي وبتبلغه انها مشيت من المطعم. في الوقت ده كان هو واقف قدام المطعم مستني بنته، وبيقعد يتصل بيها، وتليفون ميلي بينور من ازاز المطعم لكن ابوها مش بيشوفه. وبنرجع لميلي اللي بتلاقي معاها تذكرة السينما اللي راحت مع ابوها بيها، وبتعرف ان اخر حفلة هتخلص كمان شوية، وبتقعد تصرخ علشان حد ينقذها. وبيكون في طفل هو اللي سمعها، فالطفل بيقول لابوه على الصوت لكن الصوت بيكون اختفى. فبياخد ابنه وبيمشي وبيفتكر انه كان بيتهيأ له. وبيبدأ المول يقفل والمكان بيفضى جدا، ودرجة الحرارة بتوصل ل 12 تحت الصفر لحد ما بتوصل ل 16. وميلي بتكون بردانة جدا لدرجة انها بتنزف من مناخيرها، وبتطلع فستان معاها وبتقطعه وبتلفه على ايديها، وبتقطع في كراتين الأكل علشان تقفل المراوح، لكن الكراتين بتقع بسبب قوة الهواء. وكمان ميلي بتقع من على السلم، وفي حديدة بتقع على رجلها وعظم رجلها كله بيتلوي، وبتحاول تسعف نفسها. وفي الوقت ده أبوها بياخد جارهم وبيروحوا يبلغوا الشرطة عن اختفائها، لكن الضابط بيخمن إنها هربت مع حبيبها، وبيديلهم عنوان سمير علشان يروحوا يدوروا عليها. وفعلا بيروحوا بيت سمير، وبيتفاجئوا لما والدة سمير تقول لهم إنه سافر. أبوها بيقعد يعيط لأنه افتكر ان بنته سافرت وهربت معاه. وفي اللحظة دي بيرجع سمير، وابو ميلي بيضربه، لكن سمير بيقوله انه بيحبها بجد، وان ميلي كانت عاوزة تحكي له عن علاقتهم لما يشتغل ويكون نفسه. وبتكون امه هي اللي كلمته وقالت له انهم بيدوروا على ميلي، فرجع علشان يدور عليها معاهم. وبيروحوا لمركز الشرطة، وبيكون الضابط خرج وهيرجع كمان ساعة، والمفتش بيقول لهم يدوروا عند اصحابها، جايز قاعدة عند حد فيهم. وبنرجع لميلي اللي بتشوف فار جاي عليها، فبتخاف منه في الاول، لكن بعد كده بيصعب عليها لأن هو كمان بردان، وبتاخده تدفيه. وبتكون جعانة وبتدور على أي أكل، لكن كل الأكل بيكون متجمد. وبتشوف الفار واقف على علبة بسكوت، فبتاخدها تاكل منها، وبتحط للفار ياكل هو كمان. وبنشوف أبوها بيروح لأصحابها ومش بيلاقيها هناك، وبيفتكر إن سمير عامل الخطة دي علشان يضغطوا عليه، فبيترجاه إنه هيوافق على جوازهم، بس المهم يرجعها له ويطمن عليها. وسمير بيقوله انه مستحيل يعمل كده. سمير بيكلم اصحابه وبيدوروا معاهم، وبيعرفوا ان الضابط رجع. وبيروح سمير يطلب من الضابط انه يتعقب تليفونها لانها اختفت من وقت خروجها من المول. فبيتعصب الضابط وبيقول له ما تيجي تستلم انت مكاني، انا ما باخدش اوامر من حد. وابو ميلي بيكون عاوز يضرب الضابط وبيدافع عن سمير، ولان كمان اتكلم وحش عن بنته. ولحسن حظهم في الوقت ده بيوصل النقيب رافي، وابو ميلي بيحكي له عن كل اللي حصل. النقيب بيتهم الضابط بالتقصير، وبيأمره انه يتصل بشركة الاتصالات علشان يتعقبوا تليفون ميلي. وفي المطعم بتحاول ميلي تكسر المراوح لكن مش بتقدر، فبتلاقي ولعت ابوها معاها، وبتولع في مذكرات الانجليزي اللي معاها، لكن المكان كله علشان مقفول بيتملي دخان وبيخنقها. وبتحاول تستخبى جوه الكراتين من البرد، فبتتصدم لما بتشوف الفار مات متجمد. وبتخاف ميلي انه يكون هو ده مصيرها. والضابط بتجيله رسالة من شركة الاتصالات لكن مش بيرضى يقول لهم علشان النقيب اهانه،
فالمساعد بتاعه بيسرق التليفون وبيبعت العنوان للنقيب، وشركة الاتصالات بتقول لهم ان التليفون موجود في المول، وده معناه انها لسه جوه المول. وابوها بيسأل الحارس عن ميلي وبيوريها صورتها، لكن الحارس بيقوله انه ما شافهاش لما خرجت، وانه متعود يشوفها لانها الوحيدة اللي بتبتسم له قبل ما بتخرج. وبيتأكدوا انها جوه، وبيتصلوا بالمدير بسرعة علشان يجي يفتح لهم المطعم، وبيدخلوا جوه بيدوروا عليها وبيروحوا ناحية التلاجة فبيلاقوها مغمى عليها، وبياخدوها على المستشفى. والدكتور هناك بيطمنهم وبيقول لهم انها بطلة لانها قدرت تتحمل درجة الحرارة دي لمدة 4 ساعات. والحارس بيروح علشان يطمن عليها، وبيقول لابوها انها الوحيدة اللي بتبتسم له في المكان. والنقيب بيؤمر مدير المطعم انه يعمل جرس انذار جوه التلاجة، والا هيشيلوا منه رخصة المكان. وفي الوقت ده الضابط بيبقى لسه فاكر انه يكلم النقيب علشان يبلغه برسالة الشركة، والنقيب بيقعد يزعق فيه وبيقوله انه مستهتر واللي زيه بيعرض حياة الناس للخطر، وانه ما ينفعش يشتغل في الشرطة تاني، وبيبان انه عاوز يعمل له مصيبة. وبيقفل السكة في وشه. ولما بتفوق ميلي بتلاقي ابوها وسمير قاعدين جنب بعض، فبتفرح جدا لما بتشوفهم، وبتعرف ان ابوها وافق على جوازهم.